يا هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بالزعيم كاي الابن التاني لعيلة شياو، وهو محاصرها بنظراته الجريئة في تفاصيلها الخاصة. أبوكي مديون لي ب5 مليون، وأنا هنا علشان هاخد فلوسي يا لين. أيوة بس أنا سددت كل فلوس أبويا. الفلوس دي أخدتها عمتي، وعمتك أخدت القرض باسم أبوكي، وأنا ماليش ذنب، وأنا ما يخصنيش. طيب ممكن تهدى؟ خلينا نفكر بهدوء وأكيد هلاقي حل. وأنا ليه المفروض أصدقك؟ طيب عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز إيه؟ وقبل ما يتجرأ بتمنعه. اخلعي. واضح إن سداد الدين في عصابتك مختلف. بابتسامته الباردة. يلا بقى. ومع الرعب اللي سيطر عليها بتضطر تنفذ لأن مفيش قصادها حل تاني. استني، البسي هدومك، انتي مهزتنيش. وببرود بيقول معاكي 3 أيام. 3 أيام، فتعالوا بينا فراشاتي ننهار سويا، لأن ملخص النهاردة يدعو للانهيار. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. في شارع ضلمة بنشوف لين وهي راجعة لبيتها، وأخيرا بعد خروجها من السجن بتقول لنفسها بحزن: أنا دلوقتي بقيت وحيدة. عمي ومراته استغلوا إن أبويا فلس ورموني في السجن، بس أنا لازم أخد حقي. في اللحظة دي بتتحاصر. مرات عمك مديونالي بفلوس، وقالت لي إن لين هتسددها بنفسها. يا ولاد الغدارة، هتلاقيها منين ولا منين؟ وقبل ما يقرب كان واخد تحت الحزام وضايع مستقبله. كل ده وكاي مراقب من بعيد. اديني في الشرس. في اللحظة دي العدد بيزيد أكتر وأكتر وبتتحاصر. بيوصل وقتها كاي، ومع إعلان سنسوداين بيديهم على بوزهم. مش خسارة فيك ال5 مليون. وفي البيت بتتفاجئ بيها مرات العم. انتي بتعملي ايه هنا؟ عايزة تبيعيني لعصابة التنين الأزرق؟ بيقولوا وقتها العم باستهزاء. وايه يعني انتي واخدة كده كده على السجن ولسه خارجة منه، ومحدش مهتم بيكي، فليه ما نستخدمكيش ونسدد بيكي الديون؟ وقبل ما تقرب بتحاصرها لين. انا مش هسمح لحد مهما كان انه يقلل مني. بتلعب وقتها مرات العم على نقطة ضعفها. ما تنسيش اختك لسه بين ايدينا. ايوه، احنا بنأكلها ونشربها، ولو ما سددتيش الديون فمضمنش ان ده هيستمر. والمطلوب تروحي بكرة لعصابة التنين الأزرق، هو عايز يقضي معاكي ليلة، وكل ما كان شغلك أحسن الديون تتسدد أسرع. تاني يوم بتروح للمقر الخاص، بيتفاجئ بوجودها. كنت فاكر إن الابن الغير شرعي لعيلة شياو بقى الراعي الرسمي ليكي. مش عايزة رغي كتير، عايزة أقابل الرئيس. تمام، البسي وجهزي. وبالفستان الأحمر الصارخ بيتفاجئ بيها في الملهى. الله. وبيقول لنفسه واضح إنها جريئة ومش خايفة على عمرها. وعند الزعيم مو كان يلهو ويلعب مع بواقي النسوان. سيد مو، الطلبية وصلت، بس للأسف ليلة امبارح كانت مع قاي، فتوقع إنها كانت ليلة. بيأمر الزعيم يتأكد بنفسه، وقبل ما يقرب بتضيع مستقبله هو كمان. وهاتك يا جري. بتتفاجئ بيه بكامل ثباته وبيقرب من ايديها بهدوء، وكأنه بيعلن قصاد الكل انها ملكه ومحدش يستجري يقرب. سيد كاي، ما تنساش دي منطقة التنين الأزرق. ازاي تاخد حاجة ملك السيد مو وتمشي كده؟ مش رجولة. بيرميها ورا ظهره. شرس. مش رجولة. طيب خليني أعلمك الرجولة بنفسي. وبيديهم على بوزهم. الله، الملخص كله بوز. اهدى يا ريس، ده انت سيد الرجالة، عيل وغلط. انت ليه بتنقذني كل شوية؟ لأنك عجبتيني. وانت عايزني؟ لو عندك وقت. بتاخد منه المشروب بجراءة. عندي، بس يا ريت ننجز. بيستغرب تصرفاتها. وده سميه ايه مش عاجبك؟ وبعدين انا برضه هستفاد. اهو انت بالنسبة لي احسن شوية من مو. وكان هيتهور من اسلوبها البارد، بيرميها لبعيد. ما تنسيش انك مديونالي بالفلوس، ومحتاجك تعملي حاجة مقابل ده. وايه المطلوب؟ عايزك تغوي اخويا. يا ابن الغدارة، انت طلعت منهم؟ ودي اعملها ازاي؟ والله باسلوبك من شوية فانتي اسوأ من السوق ومحتاجة تتعلمي. وبيقرر يعلمها. اهم من الشغل بالظبط الشغل. صفوا النية يا جماعة. بيمر الوقت وبتسأله عن تفاصيل المهمة اكتر. بسيطة، مش عايزة أخويا يتخطاكي، والمقابل هساعدك تسددي كل ديونك وتلاقي أختك. نقول أمين. أمين. بكرة أخويا هيحضر حفلة خاصة بالجد، هوصلك بنفسي للمكان. بصوت ناعم بتقول: طيب مش المفروض لمساعدتي في مقابل؟ حتى لو بسيط. ها بقى،
قلتلي عايز تطمن على البضاعة وتش. أخرجش على ابتسامة الثقة. لا، امسكوا قلبكم، ده الولا النهاردة متعاقد مع دكتور أسنان. بيقرب وقتها المساعد سيد كاي. لو الآنسة لين نجحت في إغوائه فاعتبر ثروة العيلة كلها بقت باسمك. يا عبد الصمد، والله حزنت. طلعت حلوة وهضطر أسيبها لأخويا. تاني يوم وفي الحفلة الخاصة بيوصل بيها، بيبدأ يحكي لها التفاصيل المهمة أكتر. أخويا خاطب ابن رئيس الشرطة، والخطوبة لو تمت أنا مكانتي في عيلة شياو هتنتهي. يعني تقصد إنك عايزني أنهي الخطوبة؟ بالظبط، هو ده الشغل. في اللحظة دي بيوصل الشرطي شياو الابن الأكبر للعيلة، ومع أول نظرات بينهم بتفتكر ذكرياتهم سوا في السجن. لو احتجتي مساعدتي في أي وقت أنا موجود وقريب منك، ناديني. في اللحظة دي بيلاحظ كاي توترها. كنت عارف إنك غبية وده هيكون رد فعلك، تعالي. وفي مكان ضلمة بيحاصرها. هاتي إيديكي. وبيقرر يعاقبها لأنه حس في عينيها نظرات إعجاب ليه. بيتفاجئ وقتها بصوته. ابعد عنها. وبضحكته المستفزة. أخويا، دي مديونالي بالفلوس، وأظن إن الشرطة هي كمان واجب عليها تلتزم بالقواعد. بيبص عليها بحب. دينك أنا هسدده بنفسي. ماله الراجل، ما هو كيوت أهو، إحنا ليه دايما بنقع في التوكسيك. وفي مكان هادي بيقعد يعقم لها الجرح. انت ازاي تعرفتي عليه؟ عمتي كانت مديوناله ب5 مليون. ما تخافيش، من النهاردة مش هسمح له يتعرض لك. ارتاحي، هجيبلك مية. بتسرح فيه لسه حنين معاها زي زمان ما اتغيرش. لحظة، هجيبها أنا. وبتفتكر تعليمات كاي. استغلي الوقت المناسب وحطيله المخدر، وأنا هبعت شيم في أسرع وقت تكتشف علاقتكم السرية. بتقرب منه المشروب وقبل ما يشرب بتتراجع. لحظة، أنا حاسة إني شفت حشرة، أنا هعملك كاس غيره. وبتقول لنفسها بحزن، أنا طول فترة سجني كان دايما بيعاملني بحب، ما ينفعش أرد الجميل بالإساءة. في اللحظة دي بيفقد شياو الوعي، وعند كاي بنشوفه وهو حاسس بالانتصار. كنت عارف إن قلبك ضعيف، علشان كده سبقتك وحطيت المخدر بنفسي. بتوصل وقتها شين بسبب صوتها العالي بتدارى لين قبل دخولها، بس الغلبانة ما كانتش عارفة إن الأسد مستنيها. انتي ما مشيتيش على الخطة. شياو أنقذ حياتي زمان، وأنا مستحيل أغدر بحد قدم لي معروف. كان هيخلص عليها بس بيتراجع في اللحظة الأخيرة. وفي الحفلة بيقف الأب علشان يعلن ميعاد الخطوبة، ومع نظرات الجنون بين كاي ولين بيوصل شاب من العدم وبيدي شياو على بوزه. بقى بتبيعيني أنا علشان ده وانتي عارفة إنك حامل في طفلي؟ ما أكيد هتبيعك يا سردين انت. بيركز عليها وبيفهم إن دي خطة من لين. بدلت الأدوار بس المهم إن الخطة تستمر. وفي الممر بتتفاجئ بيه محاصرها. إياكي بعد كده تتذاكي، اللي أأمر بيه يتنفذ وبس. أنت عايز إيه؟ مش المهم النتيجة. أنتي بسبب تصرفك ده هتتحملي عواقب أنتي مش قدها. يا ريت توفر نصيحتك لنفسك. وبتسيبه وبتمشي. وفي الطريق بتتفاجئ بالعواقب. بقى واحدة زيك رد سجون تجيب لي عيل شبه السردينة يتهمني أنا؟ بيوصل وقتها كاي. هاي، محتاجة مساعدة؟ اترجيني. وبلاش أقول لكم قالت له إيه، بس من الضحكة واضح أنا مش عايزة يبلها ملامح. في اللحظة دي بيوصل شيهاو من الرعب بتاخد شيء متبقى من كرامتها وبتجري. بيقرب عليها بحب وبيضمها علشان تطمن. وصاحبنا شايط. وفي القصر بيقعد قصادها. بصيلي، أنا اتفقت معاكي تغويه، ما تقعيش في حبه. وانت عرفت منين بقى اني حبيته؟ تمام، يبقى تثبتي عكس ده، وما تنسيش ده من ضمن السداد. انت ليه عايز تأذي شياو؟ ده شخص طيب. إياكي تتخدعي في قناع المثالية. وبيفتكر ذكرياتهم في اللحظة اللي كانت أم كاي بتفارق الحياة ومحتاجة المساعدة. أرجوك يا أخويا ساعدني. ابعد إيديك وأنا أعمل لك إيه؟ دي أمك مش أمي. بيمر الوقت وبيجي ميعاد المهمة التانية. مطلوب منك تعرفي كل سجلات مكالمات شياو مع عصابة لوتشو. بيقاطع الكلام صوته. لين، الفطار جاهز. ومع خطواته اللي بتقرب أكتر بيزيد التوتر. ده الدور التاني، نط من هنا. أكيد انتي مش حابة يشوفنا كده، صح؟ بالعكس، تخيلي يشوفك وانتي بين ايديا، هيحس ايه؟ كل ده لأنه فاكر إنها خايفة على مشاعره. بتفاجئه بردها. طب خلينا نشوفه سوا هيحس ايه. كاي بيعمل ايه هنا؟ بحزن بتقول، أنا وقعت اتفاقية مع كاي إني أسدد ديوني في المقابل أكون عشيقة سرية لمدة سنة. بيضحك كاي. أنا نفسي صدقت. برافو يا فنان. أخويا، معلش، دي الشباب وكده. وعندي أو عندك واحد. بالمناسبة، المراتب عندك محتاجة تتغير. هبعتلك واحدة على ذوقي.
يا ابن الكيادة. وفي العربية بيسألها باستغراب، مش خايفة يغير؟ سيد كاي، ما تنساش أنا تربيتك، أنت اللي علمتني إن الإغواء المعتاد ملوش قيمة عنده. لأ، عجبتيني. وناوية بقى تعملي إيه؟ استنى واتفرج. 1 2 3. بيتفاجئ بمكالمة من شياو. لأ، جامد. لو ينفع أنا حابب أشوفك بعد الظهر. شوف أنت توكسيك وضحكتك هتشلني، بس روحي روحي روحي. بيمر الوقت وبتقابل شياو اللي بيسألها لو كان بيضايقها. أنا مش عارف هو ليه بيكرهني كده وبيتمنى لي الشر. أنا خايف عليكي، ده مؤذي، بس أنا ما عنديش دعم ولا مكان أروح ليه. أنا دعمك، أقصد يعني كأصحاب. بتتعمد تقرب منه علشان تنفذ المهمة التانية، بس بتسرح في عينيه. المهمة تبكي في الزاوية. بتوصل وقتها شين بأمر من شياو. أنا أسأت فهمك ليلتها، أسفة. حبيبي صحيح أنت مش قلت إنك حابب تشوف شغل الآنسة دي؟ إحنا محتاجين عاملة تنظيف في السجن. بتوافق ليه من غير تفكير، لأن ده هيساعدها تقرب من شياو أكتر. تاني يوم بتتعمد شين تقلل منها فبتديها على بوزها. ما كانش ينفع أقبل مساعدتك وأنت واحد خاطب، وبخصوص مشاكلي مع كاي أنا هحلها بنفسي. بيجي الليل وفي صالة الألعاب بتطلب من كاي الشريحة الخاصة بالمهمة التانية. لازم تبقي قريبة منه علشان البيانات تحمل أسرع. تمام، أستأذن أنا، متحمسة قوي للمهمة دي. وقبل ما تتحرك بيحاصرها. للدرجة دي متحمسة لقربه؟ طيب خليني أعلمك باقي الدرس. أيوة كده مظبوط. تفتكر الشياو لو شاف الصورة دي هياخد وقت قد إيه في إيديكي؟ بتحس بالقرف من ناحيته وبتمشي، وبيقول لنفسه أنا ليه حاسس بالغيرة كده؟ تاني يوم بيدوخ شياو من المخدر، بيقول بصوت ضعيف أنا بحبك بس أنا مش هقدر أقدم لك مستقبل، أنا آسف. كل ده وكاي سامع وهيفرقع. خلصتي المهمة ولا قلبك اتاخد من كلمة بحبك؟ إياكي تتخدعي، شياو بيدمر أي حاجة بتقرب مني. أنا بنفسي شفت بعيني إزاي خلص على قطته بعد ما رباها 10 سنين لمجرد إنها دخلت أوضتي تكوني قصادي في ظرف ساعة. وعندك كاي بتساوم على الشريحة. أنا ساعدتك تاخد البيانات. فين أختي؟ وإمتى المفروض أشوفها؟ زي ما قلتلك استني لنهاية المهمة. بس أنا ما بقيتش قادرة أكمل، شياو شخص طيب. تمام، يبقى تنسي أختك. كل حاجة معتمدة على قرارك. أنت قشطان، مش مهم، عادش. المهم نفوذ. أنت مجنون وأناني، وإياك تفكر تقرب من أختي. أنا اللي هنهي اللعبة بطريقتي. وعند عصابة التنين الأزرق بيتفاجئ كاي بإنهم محاصرين لين. أنا موافق أبقى خدامك وتحت طوعك، بس بشرط تسلم لي لين. تمام، وقع. يا ابن الغدارة، معقول ما تمرش فيك الأحمريكة؟ شفتي بقى إنك في الآخر وقعتي؟ اللي يتكل على كاي ما يسلمش. بتحاول تفتح الباب بتتفاجئ بالعم ومراته. أرجوكم خرجوني من هنا. مفيش خروج، لازم تسددي الدين. وعند كاي بيسيطر عليه الحب. يا ولاد لكنه ما كانش عارف إنه اتأخر لأن لين خلصت عليه. اتحركي، قلتلك اتحركي. انت لسه عايزة ترجعي السجن تاني؟ بس لين مصدومة مش قادرة تستوعب اللي حصل. بيزقها لي بعيد. قلتلك امشي. وفي اسم الشرطة بتستغرب لين كاي مختفي فين كل ده. يا عديم الفايدة، قلتلك توقع معاه العقد مش تخلص عليه. بسببك العيلة بتنهار. كل ده وهو متحمل العقاب علشانها لأنه خايف يخسرها. بيقولوا وقتها أشياء ببرود. كفاية كده، احنا في اسم شرطة، تعال معايا. شياو انت اسلوبك في التمثيل مدهش. وبصراحة فراشاتي اللي أثر في نفسيتي في المشهد ده إنه رسم حقيقة معظمنا بينساها، إن مش كل ابتسامة وراها شخص مبسوط. أحيانا ضعفك وشعورك بالظلم بيجبروك دايما تضحك علشان قصاد مرايتك وقصاد الناس تفضل دايما أقوى. وقصاد الباب بيبص عليها بابتسامة الثقة المعتادة. بيحس شياو بالغيرة. خدولي الزنزانة. بتقول ليه لنفسها ليه تحملت كل ده علشاني؟ بيقاطع تفكيرها صوت شياو. لين بتعملي ايه هنا؟ انا كنت عايزة منك خدمة، تسمح لي ارجع اكمل شغلي في السجن. وعند كاي بيتقرب بهدوء. الله، ايه الزيارة الحلوة دي؟ جيتي هنا ازاي؟ انا رجعت الشغل جروحك محتاج رعاية. بيفهم وقتها انها عملت كل ده علشان تبقى جنبه وتديله حنان. يلا اخلع. بتضحك ليه؟ نفذ الامر. هي مالها بردت كده ليه؟ احم، لف. بتقول بحزن على حالته. امتى انجرحت كل ده؟ انت نسيتي، انت اللي جرحتيني ليلتها. ايديكي اقوى من ايدين ابويا. يا ابن الغدارة. لين صحيح،
انت خايفة أفضل هنا وما تقدريش تعرفي مكان أختك؟ لأ، أنا بس جيت علشان أقولك شكرا، أنا السبب وانت اتحملت العقاب مكاني، بس ما تقلقش، أنا هعوضك وأنا عايز التعويض وحالا. وكان هناك المزيد والمزيد والمزيد من الفراشات. ما تتحركيش، شياو بيراقبنا. خبيث، كل ده علشان تديله فراشات زيادة. تاني يوم بيخرج كاي بكفالة. سقفة لين، اوعى تنسي اتفقنا وبسرعة، أختك عايزة تشوفك. ومن بعيد بنشوف شياو وهو مراقبهم في صمت. مسكينة لين، فاكرة إنها قدرت تخدعني، بس مش عارف أنا ليه مشدود لك. بيجي الليل بتتفاجئ بيه قصادها. أنا عرفت حقيقتك انت وكاي. بتقولي نفسها لازم يثق فيا علشان أكمل المهمة. هو السبب، أجبرني وما قدرتش أهرب منه. طيب اهدي وأنا هحميكي. بيلاحظ نظراتها الجريئة وبيفهم إنها أكيد خطة من كاي. لو سلمت ليها أكيد هتبقى النهاية. لين، لسه معانا وقت، ما نستعجلش. النهاردة انتي أرهقتي، ارتاحي دلوقتي. وفي العربية بيوقف يراقب قربهم. سيد كاي، لو حابب أنهي اللي بيحصل أنهيه، لو مشيت ورا قلبي هخسر كل حاجة. وبيقرر يمشي. تاني يوم بتقابل كاي. الليلة مشيت كويس. أنا عارف الموضوع محتاج وقت علشان تحملي، بس أنا ما عملتش حاجة. ما عملتيش؟ شياو مؤدب وعارف الأصول، مش زي ناس بيتغاظوا وبيرميها في المية. ما تحكميش عليا لمجرد إنك بتكرهيني. بيتفاجئ إنه بقى معاها في نفس الحمام. يا بنت خد على بوزك. بيجي الليل وبيقف شياو يراقب البيت من بعيد. أنا بقى المرة دي هنقذها وأثبت لها إن كاي أناني وعادي يسيبها تتعرض للخطر. استنى واتفرج السيطرة كما يجب أن تكون. وعندي لين بتحاول توصل لكاي علشان ينقذها بس مفيش رد. انتي السبب، بسببك مو فارق الحياة. لا، وعايشة عادي وما دخلتيش السجن. وقبل ما يخلص عليها بيفقد السيطرة على نفسه وبيقع للأرض. انتي كويسة، ما تخافيش. وقصاد القصر بتوصل الشرطة اللي بتقبض عليه. استنى، أنا هاجي معاك وأشهد إنه كان دفاع عن النفس بعيونه الغدارة. مفيش داعي. بيقاطع اللحظة صوته بالنظرات مليها الكره. انت السبب، انت اللي حاطتني طعم علشان تتخلص من شياو، ما اهتمتش بحياتي. برافو، كده المهمة التانية ضن. ومن غير سابق انذار بينقض كالأسد. وفي قصر العيلة بيوصل الأب الخبر شياو دخل السجن. وعندي كاي بيقف يلعب وهو مستمتع بالنتيجة. بتوصل لين، تقدر تقولي لي عملت كده؟ ده ما كانش اتفقنا. وانتي يهمك في ايه؟ خايفة عليه؟ انت مريض. شش، اهدي، الانفعال وحش علشانك. تحبي تشوفي المفاجأة اللي حضرتها لك؟ بتتفاجئ بأختها في لحظة صمت مليها الدموع. انتي عارفة أنا دورت عليكي قد ايه؟ بيمر الوقت وبتقعد تهتم بيها. لين، امتى هتاخديني ونعيش سوا؟ العم كاي قال انك هتخلصي الشغل ونبقى سوا دايما. قريب، بس ما تثقيش فيه. ليه بس؟ هو بيعاملني بلطف. ده كمان اشترالي دبوس الفراولة. مش كل الناس زي ما بنشوفهم، الحقيقة في القلوب. بس أنا بحبه وكلنا بنحبه. بيقرب المساعد وبيقول بهمس: نسالين، كاي مش وحش، مفيش داعي لخوفك وشكك الدايم، وأكيد الأيام هتثبتلك ده. في الحقيقة النهاردة عيد ميلاده وكالعادة رفض الاحتفال. بتستغرب لين، ويا ترى ايه سبب الرفض؟ لأنها نفس الليلة اللي فرقت فيها أم الحياة. كانت بتشتري له كيكة ووقتها اتصابت بنوبة قلبية وما قدرش ينقذها. بتراجع في ذكرياتها حجم الألم، ورغم كل ده لسه مبتسم، لسه مصر يبان أقوى. بيمر الوقت وبيتفاجئ بيها ومعاها الكيك. عيد ميلاد سعيد. انتي اللي اشتريتيها ولا اختك؟ ليني اللي اشتريتها وقالت اننا لازم نحتفل معاك. بيركز في عينيها بحب. بفلوسك. وعلشان يداري المشاعر المتبعترة عيونه بتطلع فراشات. انا هثق فيكي وهاكل، اكيد مفيش سم. وبعد الاحتفال بيرجع لجبروته. آنسة لين، مبروك، كده نص المهمة تمت ونص الديون اتسددت. لحد نهاية المهمة وقتها تقدري تجتمعي بيها تاني للأبد. طب ايه المهمة الجاية؟ هقولك الأربع الجاي. أيوة، بس الأربع هقابل شياو لأنه خارج من السجن، وبعدها هجيلك. بيتجنب الرد علشان رده هيزعلها ويزعلنا عليها. وبعد أسبوع بنشوفها وهي واقفة منتظرة رجوعه. أخيرا رجعت، أنت كويس؟ بعيونه الخبيثة بيضمها. أنا أسفة، كل ده بسببي. لين، معايا مفيش أسف. وبيتعمد يقرب أكتر علشان يثبت لكاي إنها ملكه. وبصوت هامس بيقول: أنا هنا
طول ما انت هنا خلينا ندخل. بيحس وقتها كاي بالعجز. عارفة اني مستنيكي واتجاهلتي. تمام. بيمر الوقت وبتوصل لبيته وبتنادي عليه، بتتفاجئ بيه بيحاصرها وصوت نفسه أعلى من صوتها. انت مجنون بجد؟ يعني هو يقرب منك تضحكي وانا لما اقرب منك كأني جربان؟ وبيقرر يعاقبها لانها سمحت بقربه فبتديله على بوزه. لين، الألم ده خلاني مستمتع أكتر، فبتديله على بوزه كمان يمكن يتهد. طيب بصي، اعتبريها صفقة، كل مرة ب100,000 من دينك، وأنا قبلت، وهاتك يا فراشات. بس بتفاجئه بعدها إنها بتغسل مكان قربه. ها، عندك جديد ولا امشي؟ تمام. المهمة الجاية العم زي وصل معلومات إنه بيتاجر مع شياو، مهمتك تعرفي مكان الصفقة. تاني يوم وفي قصر العيلة بيوصل قاي وهو مثبت عليها. يا أهلا بالكبار. بيستغرب الأب من وجودها وبيلمح إنه شافها في مكان قبل كده. أوبس، هو أخويا ما قالش إنه دخل السجن لأنه كان بيحمي خطيبتي؟ بس أنا مستغرب، أخويا الكبير وخطيبتي كانوا لوحدهم ليه؟ بيقول وقتها الأب بجمود. شياو، ما تنساش إنك خاطب وقريب هتتمم الجواز. بيخرج وقتها عن صمته. بس أنا بحبها. بينهار الأب. انت اتجننت؟ لو المفتش ليه عرف بعملتك معاها هيعمل ايه؟ يعمل اللي عايزه. انت ليه دايما مهتم باسم العيلة؟ طب وانا ليه عمرك ما فكرت فيا؟ بيقاطع الكلام صوته. وانت فكرت فيها؟ انت قربك منها بالإكراه. فبيثبت له انها راضية تمام الرضا. كفاية، اخرجوا، انا عايز لين وحدها. وقصاد الباب بيقف الغزلان. كاي، انت غلبان. انا مش غلبان، انت بس اللي شايف غيرك ضعيف، لان دي حقيقتك مش قادر توصل لها. شياو، انت مش كفاية. مسألة وقت، مش بعيدة وهتبقى ملكي. وبعدين انت عارف، اي حد بيدخل حياتك وبيبقى له معنى بخلص عليه. شياو، اياك تفكر فيها. لين خط احمر، وانا بقولها لك تاني، هخلص عليها. فبيديله على بوزه. بتوصل وقتها. انت اتجننت؟ شياو، انت كويس؟ خلينا نمشي. وشوفولي نظرات الشماتة. حسبي الله. وفي الأوضة بيعتذر منها. أنا السبب، كنت عايزك تتكلمي قصاد الأب وتنكري حبه. ما أنا فعلا مش بحبه، أنا بس قربت منه علشان أختي. بيجي الليل وفي الملهى بنشوف شياو بوش لم يسبق له مثيل. سمعتوا عن أبو وشين؟ يلا، أهي ديجا روقت عليكم وجابته. بيوصل وقتها لعم زيو اللي بيسأله عن ميعاد التسليم. شياو، أنا شايف إن لين دي وجودها مسبب إزعاج، فليه ما نخلصش عليها؟ لسه شوية. بصراحة وجودها ممتع بالنسبة لي. وعند كاي بيوصل له مكالمة بتعرفه مكان الاجتماع الخاص بشياو. بيحتار يا ترى المفروض أبعت مين هناك. بيقاطع كلام وصوت خبطتها. أنا أكيد. ومع نظراته الجريئة. لا، احنا ما شفناش نسوان قبل كده. على أي حال باللبس ده مش هيعرفني. أيوة، بس لو اتكشف أمرك مش هترجعي عايشة، عارفة، وعلشان كده ليا شروطي. المهمة دي مقابل إن أختي ترجع لي. نعم. انتي مش شايفة إنك كبرتيها شوية؟ سيد كاي، لو شياوي سبب ورا كل ده فالليلة هتكتشف كل حاجة، وأظن إن المكافأة تستحق. تمام تمام، بس في مشكلة، في تفتيش وأنا عايزك تاخدي الجهاز ده معاكي. فهندريه فين؟ يا خبيث. هي، احترم نفسك، ناس تخاف ما تختشيش. شوفوا هو خبيث بس روحي روحي روحي. وفي الملهى بتحاول تداريه. يا ترى هوصل الجهاز ده ازاي؟ بتلاحظ العاملة وبتترمي عليها. أنا عايزة أروح للحمام. محتاجة مساعدة؟ لا خلاص، بقيت كويسة. وبتقف تراقب من بعيد لحد ما بتطمن إنهم بدأوا الكلام وكل ده بيتسجل. وفي الشارع بتتمشى وهي مبسوطة، وأخيرا المهمة انتهت. بتتفاجئ بالعم زي. واضح إنك بتعرفي تلمعي أوكر. وقبل ما يقرب بتحاصره. بيوصل الولا كاي. لين، هاتي الجهاز. مش بسهولة كده، أختي الأول وبعدها جهازك. بيستغل العم انشغالهم وبيحاصرها. وقبل ما يقرب كاي بيوصل شياهو وبيخلص عليه. وبكده الريس شياهو في نظرها للمرة التانية منقذها الوحيد. وابننا كاي 0 من 10. بينادوا عليها من غير تفكير، بتجري لشياهو. ومع خوفها بيستغل العم اللي لسه فيه الروح وبيضرب علشان يخلص عليها. بيحميها كاي وبيتصاب مكانها. بيحاول شياو يشتت انتباهها وخوفها عليه. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا كنا بنراقب العصابة. كنت بتراقبهم ولا كنت جزء منهم؟ ومن غير كلام بياخدها بين ايديه وبيمشي. وفي البيت بتهتم بجروحه. شكرا،
مفيش داعي، عارفة إنك عملت كده علشان الجهاز اللي معايا، بس شكرا برضه. وقبل ما يبرر مشاعره بتوصل الأخت: لين، أنا كده وفيت بوعدي معاكي. وفي قصر عيلة شياو بيوصلوا معاه الشرطة: إحنا معانا تسجيل بسيط نسمعه كلنا ونقيمه سوا. بيتفاجئ كاي والمفتش ليه إن التسجيل اتبدل، ووقع المفتش ليه كبش في ده، وبكده اترقى شياو وبقى المفتش الرسمي للاسم. وعلشان الشركة محتاجة لحد يسندها بيقبل الأب وأخيرا مساعدة كاي. وبالنسبة لين فقررت تعرف حقيقة حادثة أبوها. تاني يوم وفي القصر الخاص بكاي بيتفاجئ بيها وبسؤالها: إيه اللي حصل لأبويا؟ ويا ترى كان ليه علاقة بعيلة شياو؟ أنا بس محتاجة مساعدتك وأنا مش هقدر أساعدك. عيلة شياو ليها قوانين خاصة بعياط مكتوم. تمام. بيستغرب المساعد سبب رفضه إنه يقول الحقيقة. وإيه فايدة الحقيقة؟ هزودها ألم وبس. تاني يوم بيعرض على ممولة جديدة وخاصة تفاصيل الشغل، بتنبهر بأسلوبه وشطارته ووسامته. بيوصل وقتها أشياء وبيتجاهل الأب كلامها، وبيعرض عليها ابنه الأكبر اللي بالنسبة له ابنه الوحيد. وقصاد الباب بيقول كاي بصوته البارد: غريبة، المفتش ياهو لسه عنده وقت يجي وياخد مكان غيره؟ يا ريت تتعلم تهتم بأمورك الخاصة وما تشغلش بالك بغيرك. ويا ولدي على التحدي في كاسو، عين عينك كده. بيمر الوقت وبنشوف شياهو معاه العميلة وفاقدة الوعي وواضح إن نيته سودة. بيبعت لكاي رسالة من تليفونها وبيطلب منه يجي للأوضة. لو الأب عارف إن ابنه المصون قضى الليلة مع العميلة هيعمل إيه؟ وعند كاي بيحس بدوخة شديدة، هو بيدرك إنه وقع في الفخ. بس على مين يا فضائيين؟ اشرب. غبي، هو فاكر إن فريسة سهلة. خلينا بقى نشوف رد فعل الحاج سوا. هات المضاد. مفيش مضاد، ده محتاج بنت. يا وجع الوجع عليكم، تستاهلوا. وعند لين بيوصل لها مكالمة باللي حصل. بتوصل هناك وهي مش مستوعبة. ساعديني، دي صاحبتي أنا، انت أجبرتها، بس معايا مش هتكون مجبورة. بس انتوا الاتنين تعالوا معايا للمستشفى. بيخاف شياو على سمعة العيلة. تمام، يا المستشفى يا خلص عليكم. بس شياو من قوة المخدر بيفصل شحن، وخراشي على ضحكة الشماتة: ايه يا بنتي المجنونة، ده مش لعب. انطق، مين السبب في حادثة أبويا؟ طيب اهدي اهدي، هتكلم. أبوكي فعلا قبل الحادثة كان عندنا، بس علشان ياخد قرض. يعني تقصد إنها كانت حادثة طبيعية؟ طيب احلف. بحلفلك يا بنت الغدارة. بيجي الليل وبيقول المساعد: كل حاجة تمت زي ما طلبت سيد كاي. قدمنا للأنسة لين بيت باسم جمعية خيرية، والعقد اتوقع مع العميلة. بس ليه حاسس إنك مش مبسوط؟ أنا فعلا بقيت في مجلس الإدارة وليا كلمة، بس اكتشفت إني بدور على الأمان والحب في الناس الغلط. بس يا ترى إيه الحب اللي بتمناه؟ بيجي في باله لحظة الكيك ونظرات الحنان اللي كانت في عينيها. لين، معقول أكون وقعت في حبك؟ تاني يوم وفي اسم الشرطة بتتفاجئ لين بواحد من المساجين لابس اسورة أبوها. جبتها منين؟ وانتي مالك؟ دي هدية من السيد التاني. والله يا باشا ده اللي حصل. بتتأكد وقتها إن كاي له علاقة وبيداري كل ده، وبتجري عليه: باشا أتمنى يكون تمثيلي عجبك. وعند كاي بيتفاجئ بيها بيتعامل ببرود: جاية تعملي إيه؟ شغلنا خلص. انت شفت أبويا قبل الحادثة؟ مين قالك كده؟ ولا لأ؟ أنا عايزة إجابة، ومستنية الإجابة ليه؟ ما هي عندك. تمام، خليني أغير طريقة السؤال. أنت السبب في اللي حصل لأبويا؟ طيب ولو هتعملي إيه؟ هخلص عليك وحالا. اهدي، مش عيب بنت جميلة زيك تمسك القصافة دي؟ كاي أنا مش هسيبك، خليك فاكر كلامي كويس. بيوصل وقتها المساعد: ليه دايما مصر تخفي الحقيقة؟ مش عايزها تكره نفسها، أهون على قلبي إنها تكرهني أنا. وفي البيت بتتفاجئ بشياو اللي جاي يطبطب علشان يتمكن: أنا عايزك تساعديني. إزاي؟ أنا شاكك إن كاي رئيس العصابة ومحتاجك تساعديني أقفشه متلبس. بتستغرب الكلام ليه كل واحد فيهم بيتهم التاني. وفين الحقيقة؟ أيوة بس أنا سببت معاه مشكلة، فلو قربت منه أكيد هيشك. بس في طريقة تانية، خطوبة. وزي المتوقع بيوصل بتتعامل ببرودة علشان ما يشكش فيها. بتعمل ايه هنا؟ انا هنا علشان امنعك. تمنعني؟ وانت مين علشان تمنعني؟ انا قلتلك مفيش خطوبة يعني مفيش. بتستفزه اكتر: اترجاني يمكن اوافق. بيقرب عليها بتملك وبصوت هامس بيقول: بس لو شافك بين ايديا جايز يغير رأيه. وبيجبرها تخضع له وبتحاول تقاوم علشان تبدل الولاعات وتستغل ضعفه وانشغاله. قلتلك ابعد، هترجعي معايا والا هدمرك. انتي سامعاني؟ مستحيل تعمل كده.
وليه مستحيل؟ لأنك بتحبني. في اللحظة دي بتنهار مشاعره، حقيقة دايما رافض يصدقها. لا أبدا. طيب ليه شاغل بالك بخطوبتي وجيت لحد هنا؟ ما تنكرش مشاعرك. اخرسي. حتى لو أنكرت فأنا مش بحبك من الأساس. اخرسي. حتى لو قلتلك اخرسي. وبيمشي وهو مقهور وسايب قلبها في حيرة. بيجي الليل وبتقابل المساعد الخاص. في الحقيقة السيد قايد ظلم من البداية، من بداية فراق أمه بسبب شياو اللي بدل علاجها. بس الغريب إن أي حد بيقرب من شياو نهايته بتكون مأساوية. بتتوتر لين كل مادة اللغز بيزيد. طيب وأبويا تعرف الحقيقة؟ أنا آسف، ما أقدرش أنطق بحرف من غير إذن السيد، بس اللي عايز أقوله إن مفيش حد هيخاف عليكي قده، ولو شك في ده فاسألي قلبك. وبسبب كلام المساعد بتزيد شكوكها أكتر حوالين شياو وبتقرر تلاقي دليل ضده في أسرع وقت. في اللحظة دي بيوصل ومعاه المساعدة. بتتفاجئ إنها نفس الشخص اللي كان بيعاقبها طول فترة السجن. إزاي ليها علاقة بشياو؟ بنعرف وقتها إن كل ده كان أمر منه، كان دايما الإيد اللي بتأذي وتطبطب في نفس الوقت. ومشاعر العطاء والاهتمام وهم صنعوا ليها علشان تقع فيه. وفي الشارع بتتفاجئ بمجموعة بيحاصروها بأمر من شياو اللي عايز يظهر قصادها للمرة الألف إنه حاميها. بيتفاجئ بابننا اللي بيبوظ خطته وبيديهم على بوزهم. يا ابن كاي، انت بتعمل ايه؟ محتاجة اكلمك، تعالي معايا. بيقرب شياو وبيبعده. ابعد عن خطيبتي. لين تعالي، انا مش عايزاك، من فضلك امشي وانا همشي بيكي. يا رب حد يتمسك بينا كده، قولوا امين. انت ما عندكش كرامة؟ بتقولك مش عايزاك وقصاد عينيه بيشيلها وبيسيبه مقهور. وفي البيت بيصب لها الشاي مع اضافة من المخدر البسيط. ده الريس برضو لازم التاتش. شياو انت هتخرج؟ اكيد الليلة هتتم الصفقة ولازم اقبض عليه متلبس. اشربي واهدي. في اللحظة دي بتحس بدوخة شديدة وبتفقد وعيها. بيطمن انها غابت وبيمشي. بس بنتنا خبيثة. تربية كاي. انا لازم اشوف كاي، لازم اطمن انه بخير. وفي بيته بيقعد حزين. عادي، انا من البداية ما استاهلش حبها، انا اصلا مش زعلان. بيقاطع كلامه وصول رجالة شياو اللي ناويين يخلصوا عليه. ولكم أن تتخيلوا المكبوت لما ينفجر. بتوصل وقتها لين في اللحظة اللي بيتحاصر فيها وكانت نهايته قربت. بيشاور لها علشان تساعده. بتضرب في الهوا. ابعدوا وإلا هخلص عليكم. بتقرب عليه بخوف. انت كويس؟ انا هعقم لك الجرح، حاول تتحمل. يا وجع الوجع. كاي انت لازم تروح المستشفى، جروحك عميقة ومحتاجة للخياطة، لازم مسكن. بس انت علاجي يا ولدي، هو ده وقته. ممكن ما تبعديش عني؟ حاضر، بس ممكن تقولي حقيقة أبويا؟ أبوكي فعلا قابلني ليلة الحادثة وبعدها شاف شياه والعم زي في عملية تجارة، وانتي فاهمة ايه حصل بعدها. طيب ليه ما قلتش الحقيقة من البداية؟ لأن اللي حصل كان ليلة عيد ميلادك. بسبب خروج أبوكي للكيك قدروا يوصلوا ليه أسرع. يعني أنا كنت السبب؟ أنا ساعدتهم؟ شش، انتي ملكيش ذنب، ده قدره. وفي بيت العيلة بيوصل قاي علشان يعرف أبوه كل أفعال ابنه. بيتفاجئ. يا حجوز، انت ساكت ليه؟ يا بابا اصحى. وفي قصر شياو بيوصل وعينيه بتطق شرار. كل اللي أبوكي أناني. بيتفاجئ بحبيبته وهي مربوطة. ارمي. بتشاور لين ما يستسلمش علشانها. شطور. كنت بتقول ايه بقى؟ أبويا ده مجرد شخص مزعج، أهم حاجة عنده العيلة وبس. صدقني أنا اديته فرصة، قلتله اشتغل معايا، بس هو بيحب السالك وأنا ماليش في السالك. طيب وأمي أذتك في إيه؟ لأني بكره السعادة. أسرة مكونة من 3 أفراد. طيب وأنا ليه ما يبقاش عندي أم؟ أنت مجنون. بقولك إيه، نسيبنا بقى من أمي وأمك وخلينا في المهم. هتعترف إن اللي حصل للعجوز بسببك، في المقابل هحررها. شياو أنت عارف إنها برا اللعبة. شش، قلتلك اخرسي. شفت المسكينة بتتألم إزاي؟ يلا يا بابا اختار. بتنزل دموعه لأول مرة. انت شكلك حابب تشوف للمرة التانية حبايبك بيفرقوك. حاضر، أنا موافق أعترف على نفسي. بيمر الوقت وبيقعد قصادها. أنا عندي ليكي خبر حلو، كاي هيتعدم. انت مجنون. المجنون بيحبك. انت أناني، ما تعرفش يعني ايه حب. خلاص علميني، أنا بكرهك. بيقرب عليها بهوس وأنا بتنفس الكراهية. بيمر الوقت وبتتفاجئ بيه جاي من الشباك علشان يطمنها ويطمنا. بيجي الليل ومعاه ميعاد التسليم. بيتفاجئ وقتها بالشرطة وهي محاصرة المكان. سيد شياو انت رهن الاعتقال. انتوا الاتنين سوا؟ ايه رأيك في المسرحية دي؟
لين انتي حبيتيني؟ ازاي قدرتي تخوني؟ ليه بقيتي زي قطتي؟ ليه كل اللي حبيتهم حبوها وسابوني؟ انا اللي استحق الحب. شياو، انت امتلكت، ما حبيتش. حب؟ هو ايه الحب ده ولا حاجة. علشان كده انت واقف دلوقتي وحدك، لانك ما قدرتش تفهم يعني ايه حب ولا تقدره. اخويا اقبل الموضوع، انت خسرت. خسارة؟ انا مصيري انا اللي اتحكم فيه، مفيش حد يقدر يحاكمني. وبيخلص على نفسه. بيمر الوقت وبنشوف كاي بعد ما قدر يبقى رئيس مجموعة شياو، ولين وأختها بدأوا حياة جديدة بعيدة عن الماضي. وفي ليلة بيقاطع شروط وصولها. يا ترى الجميلة جاية في ايه المرة دي؟ مهمة، مطلوب مني أغوي شخص. ومين الشخص؟ انت. بس انتي مش محتاجة تغويني، انتي شاوري بس وهكون عندك. وبيديها فراشات. بس أنا ممكن أغير المهمة على ذوقي المرة دي، يعني تبقي مراتي. ممكن أفكر، بس لو نزلت على رجليك حمامة. وفي النهاية نتعلم إننا ما نحكمش على حد من بره. استنى واتأكد علشان تثبت لنفسك إن حكمك صح وهو توكسيك وابن 60 في 70. وأخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.